ايه ده؟ في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في مين بيخبط كده؟ ايه في ايه؟ هو ده سيادتك. هي فين؟ ايه ده حسن؟ اهي سيادتك في بيته وبهدوم النوم، يعني اكيد كانت نايمه جوه على سريره. اشهد يا فندم لو سمحت، مراتي جامعه ما بين زوجين. انت بتقول ايه؟ انا طليقتك مش مراتك، انا مش على ذمتك اصلا. انا رديتها غيابي وهي في السجن عشان كنت بحبها، قلبي حن. برضه كانت مراتي وام ابني اللي في بطنها لسه في شهور العده، قررت اردها. رحت لها سيادتك عشان اخد رايها، يعني كانت مبسوطه جدا وكانت طايره من الفرحه، فقلت خلاص هردها. يعني كانت عارفه سيادتك، حضرتك تقدر تتاكد بنفسك اني زرتها مرتين انا وامي الغلبانه وهي في السجن. انت بني ادم كذاب يا فندم. حسن طلقني وانا استلمت منه قسيمه الطلاق في المحكمه، والزياره اللي بيقول عليها دي كانوا جايين عشان كانوا طمعانين في الارض بتاعتي، وانا عندي صوره من قسيمه الطلاق دي وسلمتها للمحامي. انا اتطلقت واتجوزت ادم على سنه الله ورسوله. دي صورة ضوئية من قسيم الجواز موناليزا وادهم، مختومة بختم المأذون، لأن حضرتك عارف إن التوثيق بياخد حوالي أسبوع أو أكتر. ودي سعادتك صورة ضوئية لقسيمة طلاقها من حسن اللي استلمتها منه في المحكمة. يا فندم انا لو اعرف ان هو ردني هتجوز رسمي ازاي بس؟ وانت يا ادم ما كنتش تعرف ان انا لسه متجوزه حسن؟ خالص يا فندم. انا كل اللي اعرفه هو ان انا اتجوزت واحده كانت مطلقه. موضوع ان هو ردها ده انا لسه عارفه قبل ما ادخل لحضرتك على طول. ساعه لما الناس جولي البيت انا خليت عفاف تكلم المأذون عشان تجيب منه القسيمه الموثقه من عنده، واكتشفت ساعتها ان هو ما كانش عارف يوثقها عشان هي لسه على ذمه راجل تاني. انا مظلوم يا فندم، مظلوم. انا كل اللي عملته ان انا حبيت واحده كانت مطلقه، ما عملتش اي حاجه تانية. حتى لما اتجوزتها عند مأذون شرعي. حسن هو السبب يا فندم، حسن هو اللي ساب الدنيا تتعقد عشان في الاخر يورطني انا. يورطك؟ يورطك لوحدك؟ يا فندم انا عايز حقي. انا مش عارف احط عينيا في عينين الناس. طول ما انا ماشي الناس بتقول لي اللي مراته اتجوزت عليه اهو. انا سيرتي بقت على كل لسان سيادتك. انت حسبي الله ونعم الوكيل فيك. هو انت ايه؟ ما بتخافش ربنا؟ ماشي تدوس على سمعة الناس وكرامتهم وشرفهم عشان ايه؟ عشان فلوس؟ انت حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. ربنا ينتقم منك. ده سب وقذف سيادتك، لو سمحت سجله عند حضرتك لو سمحت. هو انت لسه شفت سب؟ يعني انت عارف ان انت رددني وموافق ان انا ابقى على ذمة راجل تاني؟ اكتب عندك: قررنا نحن مصطفى جمال هشام وكيل نيابة النزهة حجز كل من اولا موناليزا محمد عبد العزيز هشام العايدي، ثانيا ادهم صلاح فؤاد 24 ساعة على ان يتم عرضهما علينا صباح باكر رفقة تحريات المباحث. كما قررت النيابة بالاستعلام عن صحة المحررات المقدمة إلينا وفق المحضر في ساعته وتاريخه.